السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في سكاي نيوز إخبار الرياضة. علق البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي على الأخبار التي ربطت النجم المغربي حكيم زياش ورغبة فريق الذئاب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ونفى مورينيو في حديثه لشبكة DAZN الألمانية اهتمام الفريق الإيطالي بضم زياش من تشيلسي في الميركاتو الشتوي، وقال: رأيت وسائل الإعلام تذكر أسماء حكيم زياش وجيراردو لوفيو لاعب أودينيزي، لكننا لا نفكر فيهما لأنني لا أعتقد أن أي شيء سيحدث مع نيكولو زانيولو وسيبقى مع المجموعة. وكان فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتي المختص بالانتقالات قد أشار عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن زياش لديه فرصة للرحيل عن البلوز خلال الانتقالات الشتوية الجارية، يشار إلى أن عقد زياش مع تشيلسي يستمر حتى صيف عام 2025، ولا يبدو أن غراهام بوتر يعتبره جزءا من مخططاته طويلة الأمد، مما قد يسهل رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية. كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نيس الفرنسي اقترب من حسم صفقة الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية في الميركاتو الشتوي الجاري. وأوضحت صحيفة الديسمارك الإسبانية أن نادي نيس يعمل على تقديم عرض مالي لفريق إشبيلية رغبة منه في الحصول على خدمات النصيري خلال النصف الثاني من الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيس الفرنسي يجهز عرضا يبلغ 20 مليون يورو لحسم صفقة يوسف النصيري. وشددت التقارير ذاتها على أن النصيري رفض عرض وست هام يونايتد الإنجليزي ويفضل الانتقال إلى الدوري الفرنسي. وأكد المصدر أن إدارة إشبيلية لا تمانع فكره التخلي عن النصيري في الميركاتو الشتوي بعد تراجع مستواه مع الفريق الأندلسي في الليغا الإسبانية.